يجي لك مثل أسعد الشرعي، في معانا واحد اسمه أسعد الشرعي، على الجزائر هجوم لا يعلم به إلا الله. لدينا أحبة، لدينا قبائل، لك تشوف الجزائريين حتى بشخصياتهم، حتى بوجيههم، وجه وجه اليمني، وجه الجزائري كأنه وجه اليمني. جاء لي هذا وركب لي القبعة حق المغربيين ويدق لك في الجزائر وباسم على أنه من اليمن. جعل الجزائريين يكرهوا اليمنيين من باطل هذا الشخص. لك تعال اسأل الجزائريين، اسأل الجزائري، اسأله هذا الفرق ما بين الجزائريين وما بين غيره. اسأل واحد بالخليج قل له من وين أنت، قل للجزائري هذا الخليجي من وين أنت عارف إيش بيقول لك؟ إحنا أصلا عرب، إحنا أصحاب الخليج. اسأل الجزائري قل له من وين أنت، يقول لك نحن جذورنا من اليمن. يا أخي حتى وجيههم يمنيين. هذا جالي أسعد الشرعي يعني حامل لك حملة على الجزائريين، أوجع الجزائريين، والجزائريين يفكروا على أن اليمنيين كلهم. لا، هذا مطرود يا إخواننا في الجزائر، هذا طردناه من اليمن، هذا من المنبوذين بيدور له وطن. قبلوه بالمغرب قالوا له خلاص احنا بنعتبرك من هنا مننا وفينا، يلا اشتغل، وقام يشتغل. فتنة. حاقد الآدمي، حاقد. انتوا من أعظم الشعوب مثقفين وتقدروا تميزوا. ما يجي مثل هذا أسعد الشرعي ولا غيره. والله إني كتبت قصيدة على أسعد الشرعي قبل فترة، ما أنا داري عاد أنا أقدر ألقاها، خليني أسمعكم إياها، قوية جدا. هي لأسعد الشرعي لأسعد الشرعي وإسماعيل العمراني. إسماعيل العمراني قد كان هكذا. أيوة والله كتبتها صح. اسمعوا يا أصحاب الجزائر، اسمعوا هذه القصيدة أنا كتبتها على أسعد الشرعي. قلت أبدأ باسم الكريم الواحد الخالق، رحماك يا رب في من في يدك مخلوق. سألتك اللهم وترجاك يا رازق، ثبتني في ديني المثبوت والموثوق. معاذ ربي لو أصبح يومها زالق من مستقيم الطريق وللبغاء مزلوق. أو مثل ذي ذكرهم عمود متناسق بأول حروف القوافي اسمهم منسوق. لو تقرأ القصيدة بداية كل حرف اسم من حرف، بداية كل بيت حرف من حروف أسمائهم متنسق على القصيدة. عديم هذا وذا زامق وذا ماحق، سوسة على التوت والتفاح والبرقوق. عديم هذا وذا زامق وذا ماحق، سوسة على التوت والتفاح والبرقوق، يتلونوا مثل ما الحرباء على الحابق، وكل ليلة يجي في كاسها المخزوق. لا عد عرفنا لهم إصلاح أو دانق أو ناصري بعدي أو منشق أو مشقوق. أيش التنباع من سلطان لا طارق لا عبد ربه، وأيش الفكر ذي منذوق. ليت اسقطت أمكم من تحصد الطابق، أو يصبح السطح فوق أنفاسكم مطبوق. عليكم السخط في هذا الوطن ساحق، وقبح الله من صدق لكم منطوق. متى تعقلوا إن الوطن ناذق، لامثالكم مثل ما فرد الحذا المبسوق. رخاص بأفكاركم والفم ذي ناطق، بايع بلادك وصاير بالهواء مشنوق. أحيان للمغرب العربي كمن لاصق، وأحيان هارب قطري الناطق المرموق. نار الهزايم بتصبح كالمرا حانق، تحاول انك تبرد قلبك المسلوق. يا احقر الناس شوف الله ذي رازق، من يزنق ارض الوطن با يصبح المزنوق. والله لو الناطحات املاك للسارق، يا سارق اليوم تبقى يومها مسروق. اوجعت شعب الجزائر ليش يا مالك، اوجعت شعب الجزائر ليش يا مالك. شوهتنا بين خلق الله يا ابن السوق. سممت أفكار يا الحرباء يا المارق. وش دخل المغرب العربي
يا لقلوق عليك تهتم في دارك بها، نافق وترك الناس في مسمومك المسحوق، دعيت للشر في دار اليمن ناهق، واليوم بين العرب ما قيمتك يا أبوك. اليوم بعد الهزايم منها زاهق، أرضي عصية ومنها خاطرك مسحوق. لو كنت رجال وفيك المرجلة حازق، ما كنت شارد بأرض الله كالمبروق. شنت عليك الرصاص الحارق الخارق، جلبابك تخزقت. لو شرشفك مخزوق رصاص حمراء على راس الوغاء خازق، ولا سلاسل على عنق العمالة. طوق عليكم اللعن في السابق وفي اللاحق، وقبل نومك وبعد النوم والمشروق. يا طلقة الجعفري أثني لهم طالق، يا طلقة الجعفري اثني لهم طالق، اهدي لهم 1000 طلقة داخل الصندوق. طبعا قد نسيتها هذه القصيدة، بس يستاهلها هذا الحقيقي ويستاهلها غيره. اخواننا في الجزائر هذا ليس منا ولا يمثل اليمنيين ولا إليكم منه، هذا أتعبنا وأتعبكم وأتعب الكل. ايش تفكروا من إنسان أفكاره على ما قال مصطفى المومري، هانا ما في عقل، ما في عقل، هانا طيز. تحياتي لكم جميعا من اليمن الحبيب.